La prochaine fois. السلام عليكم. سعيد جدا اني انا معكم وكل هذه عمر فيا من غير ما تسخني سخون طبيعي. خويا اسامه السلام عليكم مرحبا بك. سعيد جدا اني قابلت زملائي النواب من كتله حركه النهضه من مستقلين من الكل موجودين لهنا. سعيد جدا الكل موجودين. اللي خرج محظوظ اللي تحصل غاديك اللي يوليه ربي ان شاء الله نجيو غاديك ونجبر منعوه. اليوم تقريبا ولات نحن في دار الحق وهم في دار الباطل ولينا. العباد هذيك اللي صاير حاجه من وراء الخيال. لكن اهم حاجه حبيت نبدا بها انه اليوم ما نجمش نحكي من غير ما نوجه تحيه للعباد اللي قاعده في الحبس تو في 50 سخانه. يعني العباد اللي تشكي تحت الكليماتيزور ما فما ضوء فما شمال فما ناس في الحبس وراهو الحبس يقعد حبس مهما يكون. اللي يقولوا انه توا لا السياسيين لا فهمتوا على شويه على خير من الاخرين لا. سمعنا انه غازي الشواشي مثلا ما مقصوص عليه لمده 14 يوم. سمعنا جوهر انه منذ 3 ايام التالي تقريبا جاته جلطه منعوه اخر لحظه. فما بيناتهم هذوما الكل رجل كبير عمره 84 عام موجود في الحبس رئيس البرلمان. وانا لي الشجاعه والشرف اني كنت في برلمان رئيسه راشد الغنوشي. ما نحشمش بها هي ولا بالعكس انا تزيدني. انا كنت في برلمان في اسماء واهرام. اذا مصر عندها هرم نحن عندنا هرم. عندنا قامات نشهد لها قد نختلف معهم سياسيا في حاجه كبيره برشا. حاجه حبيت نقولها للخويا الياس. انا تقريبا كنت من المده الاولى كنت مقربين جدا لسي غازي ومن اكثر الناس اللي بالسيف عليك تحترمه حتى تختلف معاه. تربيه اخلاق حتى قلت لك نختلفوا معاه برشا راهو لكن عمره ما وجعك بكلمه عمره ما يخاطبك بحاجه يعني غير لائقه. من الناس اللي يفرض عليك الاحترام تاعو وهذاك علاش بالسيف عليك. حتى قلت لك الناس اللي بتختلف معاه هو يتضامنوا معاه لانه انسان يستحق التضامن. فما بالك بالكثير الكل. اليوم يسهل برشا نقعدوا نتعاركوا. انت قلت وانا قلت والاخر انت عملت وانت عملت. في الاخر باش نقول حاجه برك. فما شكون ظن انه نهار 25 جويلية السقف باش يتيح كان الغنوشي ويديرها في الكرامه. مشي في بالهم انه السقف بارتي برك منوش يتيح وهما باش يقعدوا مانعين. فبعد السقف بدا يتيح على الناس الكل على المنظمات على اللي خرجوا يزمروا حتى العباد المواطن العادي اللي ساق على ساق وماشي في باله يقول لك البرلمان ولا الكل مش عملتوا لي وكذا. كنت قبل نقول لهم راهي كنت توكلوا تشرف فيكم الديمقراطيه مش نضربات نتاع اتحاد الشغل. انا كنت مقرر حقوق والحريات في الاتفاقيات الكل من لوطه تجي اخرهم القرض اللي لما 9 نتاع الليل حبوا يطيحوه اللي مشى جابوا الغنوشي من قطر ب 2.5 هذاك ب 1% فايد اليوم ب 17% ويطردوا فيهم بالمشتى اليوم. بالمشتى مش حتى بلغه لطيفه لا بالبكاكه يعني يتساولوا ما يلقاوش يتساولوا ما يلقاوش. اخرهم الفضيحه نتاع القرض نتاع السعوديه خذاو قرض مع السعوديه باش يخلصوا السعوديه كيما القرض نتاع الجزائر خذينا قرض مع الجزائر باش نخلصوا الزلاتات نتاع الجزائر. يعني حتى التساؤل نتاعو مش قاعد يدخل فيه. الشهري قاعده تخلص اليوم بالدم نتاع التوانسه. قاعد فالح فقط يخلص الشهري والشهري باش يخلص فيها بالدم نتاع التوانسه. اليوم شوف قوس الانقلاب سيغلق باذن الله بعز عزيزنا وبذل دليل. لكن العار شنو؟ اطول من الاعمار. العباد اللي سكتت وزمرت وطبلت ويشوفوا في الظلم ويشوفوا في الناس قاعده تتمرمد في المحبوسات والضوء مقصوص عليها والماء مقصوص عليها ومازالوا لتوا شامتين فنقولوا لهم هذا القوس سيغلق والعار اطول من الاعمار. وشكرا.